عليكم. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير يا رب. معاكم وفاء مصطفى. هعمل النهارده معاكم احلى فراخ شيش مشويه مع احلى كفته الحاتي، اكلات العزومات. النهارده هنعملها بسرعه وبكل اتقان. هنعمل كمان معاها احلى رز معمر مفلفل وروعه جدا. عايزه اقول لكم الاكل القمر ده هينفع في العزومات، وينفع كمان لما تحبي تعملي اكل لولادك وتدلعيهم. طبعا ولادنا كلهم بيحبوا الاكل النواشف ديت، وهنعملهم بسرعه جدا. عملت الفراخ شيش عشان ما تاخدش تسويه كتير وطعمها يبقى لذيذ جدا، والكفته القمر دي كمان هقول لكم عملناها ازاي. على بركه الله تعالوا نبدا. ده بصل وطماطم وفلفل حامي وبارد وفصين توم وملح وفلفل وبهارات وبابريكا وبهارات فراخ كمان، ومعايا خل ومعايا زيت. احط كل الحاجات دي في الكبه وهفرمها كويس قوي. وهصفيهم بمصفى، انا عايزاهم من غير اي تفل خالص عشان هتبل بيهم الفراخ يا جماعه. هنحط عليهم بقى شويه ملح، ما نكترش بقى الملح في الفراخ الشيش، وشويه بابريكا وبهارات فراخ، واحط كمان فلفل اسمر وشويه كركم او كاري صغيرين، معلقتين من الخل، واحط كمان معلقتين من الزيت. خلاص كده التتبيله دي اصبحت جاهزه كده عشان نتبل بيها الفراخ الشيش بتاعتنا. هنعمل الفراخ الشيش ازاي؟ هتجيبي فرخه ايا كانت، هتجيبيها متقطعه او سليمه. انا جايباها سليمه وهقطعها دلوقتي قدامكم 15 قطعه. بصي قطعي بقى فيها كده كويس. خدي الصدر على 4 قطع 5 قطع، وطلعي الجناح بالقطعه بتاعه الكتف دي لوحدها، والورك قطعيه نصين، وكل ما تقطعي جزء فتحي فيه فتحات كده. اغسليهم كويس جدا. بصوا انا هغسلهم كويس قوي وهنقعهم في ميه بملح بليمون، بس مش هنقع كتير، مجرد دقيقتين 2، وبعدين هرجع اشطفهم. واهم حاجه يبقوا مغسولين ومتصفيين كويس جدا. غسلتهم وصفيتهم، مفهومش ولا نقطه ميه، عشان يشربوا التتبيله الحلوه اللي احنا عملناها دي. نزليهم بقى في التتبيله. والفراخ يا جماعه الشيش دي مش عايزه تتبل وقت طويل ولا حاجه، لو هتتبليها ساعه واحده كفايه جدا. عموما انا عملتها اول حاجه عشان اسيبها في التتبيله لغايه ما اعمل الكفته. خلاص كده تمام. هغطيها بقى واحطها في التلاجة واسيبها بقى تاخد وقتها. وتعالوا طلعت لحمه بقى من الفريزر، احط عليها بصل مفروم وشويه ورق بقدونس وبقسماط مع شويه بيكربونات، وكمان بقسماط اهو يا جماعه. هو ده اللي انا اشتغلت بيه، هو ده النوع اللي انا اشتغلت بيه، حبيت اوريهولكم. وهنا معايا شويه دهن، وبصوا هنزل اهوت بالبقسماط، والبصل بتاعي هعصره على معلقه الصلصه دي يا جماعه. انا حطيت قطعه دهن على اللحمه. دلوقتي البصل اتعصر على معلقه صلصه، وحطيت عليه شويه فلفل اسمر، وده عشان هنصبع بيه الكفته. وحطيت كمان شويه ملح صغيرين. هنحط بقى بهارات على اللحم على الكفته. هحط دلوقتي شويه ملح، انا حاطه بيكربونات على البقسماط ربع معلقه كده، وحطيت فلفل اسمر. البابريكا مهمه قوي في الكفته، بتخلي لونها حلو. وشويه بهارات كفته او خلطه ال11 بهار، وشويه جوز الطيب صغيرين. عجنتها بايدي، فضلت اعجن فيها لغايه ما بقت عامله زي العجينه كده زي ما انتم شايفينها. حابه تعمليها في الكبه برضو عشان توصلي لكده بسرعه من غير تعب، تمام جدا. دي الخلطه اللي هصبع بيها، اللي هي كانت عصير البصل اللي استخدمناه مع معلقه صلصه وشويه فلفل اسمر زي ما شفتوا. على معلقه خشب كده ببل المعلقه الخشب البصل اللي احنا عصرينه، عصير البصل. وبتصبعي الكفته كده على قد ما انت عايزه، حابه تعمليها اكبر من كده اعمليها، حابه تعمليها صغيره براحتك خالص. وبعدين بتعمليها على المعلقه، وعايزه تديها شكل كده اديها، اسحبيها وبعدين افرديها تاني وحطيها في الصينيه. خلصتها كده هدخل الصينيه الفرن على الشبكه، والشبكه تبقى عاليه شويه، والفرن بتاعي يبقى سخن خالص. تعالوا بقى نعمل الفراخ بتاعتنا اللي احنا عملناها. برضو هعملها النهارده في صينيه زي الصينيتين، هدخلهم الفرن مع بعض على فكره، بس الكفته هتستوي طبعا قبل الفراخ. مع ان الفراخ متقطعه قطع صغيره، لكن هتاخد لها مثلا ساعه الا ربع في الفرن. والفرن بتاعك لازم يكون سخن، ما ينفعش ندخل اي حاجه نشويها في الفرن والفرن يكون لسه مشغلينه دلوقتي. لازم يكون بقى له 10 دقايق شغال على اعلى درجه حراره. بس لما نيجي ندخل خلوا الحراره 180 عشان الحاجه تستوي كويس من جوه ومن بره. وبصوا الفرخه يا جماعه هتملى الصينيه لان مقطعاها قطع كتير اهي، والكفته كمان جاهزه.
هدخل بقى الفرن، وعلى ما يستوي في الفرن هعمل طاجن رز معمر روعة. بصوا انا جبت طاجن اهو وبغلي لبن، وهقول لكم مقدار اللبن مع مقدار الرز. هعمل بس احط شوية زبدة كده في الطاجن من تحت، اي صينية اي طاجن. حطيت شوية زبدة محترمين، وحطيت مثلا نص كيلو رز، عليهم معلقة سكر وقليل من الملح، شوية ملح صغيرين خالص. وبحط هنا عليهم معلقة كده من السمنة البلدي، دي سمنة صفرا يا جماعة بقري فلاحي. وبقلب بقى كويس كده. ونص كيلو رز هياخد نص كيلو من اللبن، وهعير لكم بالكوباية 1 2 3 كوبايات ونص من الرز ونص من اللبن، وهم كانوا 3 كوبايات بس من الرز. يعني بنزود نص كوباية لبن زيادة عن مقدار الرز بس. وحطيت زبدة على الوش. بعد ما طلعت بقى المشويات الجميلة دي من الفرن، دخلت الرز المعمر والفرن سخن خالص، وعليته وخليته على الشبكة يعني ياخد لون، من يعني شغلت الشواية عليه الأول عشان ياخد لون حلو، وبعد كده ههدي عليه واسيبه يستوي. جمعت بقى الكفتة مع الفراخ الشيش كده في نفس الصينية، والدهون اللي نزلت هنزل بقى يعني بالفحم اللي انا كنت حطاه على النار اهو. الفحم ده كان محطوط على النار، وعليه قطعة زبدة هنا وقطعة زبدة هنا، وغطي بقى وعيشي. انا عملتهم كمان بكيس وسبتهم كده نص ساعة يا جماعة. نص ساعة دي على ما الرز بتاعي طلع من الفرن، كانت المشويات بتاعتي محتفظة بسخونتها. تعالوا بقى نقدمها تقديمة كده تليق بجمالها، وهنحط شوية ورق بقدونس او كزبرة خضراء. عايزة اقول لكم الفراخ يعني ريحتها قلب الدنيا هي والكفتة. انا بلمعها بشوية دهون من اللي طلعت منها، وكمان هنقدمها تقديمة مطاعم. الكفتة هي مرصوصة على يعني اطراف الصينية، وشوية بقى بقدونس برضو على الوش كده، واحلى مشويات ممكن تاكلوها. خلصت الفيديو بتاعي، كان هدف الافادة. يا رب تكونوا استفدتوا. شكرا ليكم.